تعالي اقولك على سر الكبده الاسكندراني، هتطلع معاكي احلى من بتاعه المحلات واطعم كمان. بس قبل ما نبدا اي حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وعلى صحبه اجمعين. طبعا هنبدا بالتتبيله بتاعه الكبده. انا عامله نص كيلو كبده، فهحط عليها المقادير دي على حسب كميه الكبده. انا معايا معلقه توم كبيره مفرومه ناعم خالص او مدقوقه بالهون عادي جدا. وهتحطي عليها معلقه خل كبيره، معلقه ملح صغيره، معلقه فلفل اسود صغيره، ومعلقه كزبره، ومعلقه توم. وهنحط كمان هنعصر عليها ليمونه. التتبيله دي جميله جدا على فكره، على قد بساطتها على قد ما هتخلي لك ريحه الشقه اكنك ماشيه من قصاد محل كبده اسكندراني من اشهر المحلات كمان. طبعا هنمسك كويس جدا المكونات مع بعض. بعد كده هنروح ضايفين عليهم الكبده اللي متقطعه. بس هنا انا حصل معايا حاجه، سوري عشان انا نسيت. بعد ما قلبت المكونات كلها مع بعض، باخد منها معلقه واركنها على جنب، ودي ليها سر جميل جدا. هنا انا ضفت الكبده، بس الكبده هنا انا خدتها من عند الجزار، انا قلت له يقطعها لي. بس هو قطعها لي مش مظبوط خالص، قطعها لي يعني سميكه شويه، هي المفروض تبقى رفيعه وطويله شويه. هنا لا، قطعها لي زي عباره عن مكعبات. بس برضو هتنفع معايا، وهتشوفيها في الاخر هتبقى عامله ازاي. بس المفروض انت مثلا تجيبيها شرايح، تقولي له انا عايزاها شرايح، وانت تقطعيها في البيت بعد ما تتلج شويه. دي كانت يعني تركايه حصلت معايا، فانا مش حاباها تحصل معاكي. هنا انا جايبه معايا قرنين فلفل، وكمان زودت واحد يعني يعتبروا ثلاثة، يعني انا حسيت ان الاتنين دول قليلين، رحت مزوده واحد كمان. انت حابه تعمليها بقرنين فلفل بس رومي، حابه تستبدليهم بفلفل حراق، اللي يريحك. الخطوه دي بقى مهمه جدا 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 كمان. طاسه حله اللي انت هتحمري فيه الكبده، سخنيها كويس جدا جدا جدا، وحطيت فيها معلقتين زيت كبار. سبتها اهم حاجه تتسخن كويس جدا، الخطوه دي مهمه قوي. وما تحاوليش تحطي الحله تبقى او الطاسه اصغر من كميه الكبده اللي انت هتحطيها. وما تحطيش الكبده كلها مره واحده، احنا عايزين السوائل تفضل محتفظه بيها وتتشمع بس من بره، وتفضل محتفظه بالسوائل جواها. ما تنزلش اي ميه، وما تقلباش. يعني انت نزلتي كل كميه الكبده واحده واحده، عشان تفضل الحله او الطاسه محتفظه بسخونيتها. وبعد كده هتسيبها تتشمع، لما تحسي ان هي مسكت نفسها كده تروحي مقلباها زي ما انت شفتي معايا كده دلوقتي. لما تحسي خلاص اللي هي خدت لون من الجنبين من جميع الاتجاهات، هتروحي نازله عليها بالفلفل، فلفل رومي، فلفل حراق، اللي يريحك، دي حاجه بتاعتك انت. التركايه بقى اللي انا قلت لك عليها، اللي انا شلت معلقه الخل والليمون، واللي هي معلقه التوابل اللي احنا شلناها على جنب دي، انا ضفتها على الكبده بعد ما حطيت الفلفل. هسيبها بس تاخد يعني تاخد لها كده تشويحه بس بتاع دقيقتين ثلاثه عقبال ما تتشوح. اكون انا حضرت جنبها طحينه، احنا بصراحه بنحب ناكلها جنبها طحينه. عايزه تاكليها في سندوتشات براحتك، عايزه تاكليها برز ابيض، اللي يريحك. هي في كل حاجة شغالة جميلة. أنا هنا الطحينة دي بتاعتي أنا اللي كنت عاملاها. حطيت منها 3 معالق كبار، حطيت عليهم نص معلقة فلفل، نص معلقة ملح، ربع معلقة فلفل، ربع معلقة كمون، ومعلقة توم صغيرة خالص مهروسة، ومعلقة خل كبيرة. ودي كده اللي معايا دي كوباية مية، بضيف منها حبة حبة مية عادي من الحنفية، مش لازم تبقى سخنة ولا حاجة، لغاية ما أعمل القوام اللي أنا حباه. وعصرت ليمونه اهو في الاخر زي ما انت شايفه كده. تحفه. اكنك بالظبط بتاكلي في محل مشاوي بالظبط. بل بالعكس بقى، الطحينه بتاعتنا بتاعت البيت شوفي فاتحه ازاي. 3 معالق بتعملك كميه حلوه كتيره، وكل ما هتقلبيها هتلاقيها بتتقل معاكي. فطبعا القوام ده حسب ما تحبي. الكبده خلاص خلصت، ما بتاخدش حاجه على النار برضو، ما تحاوليش تسخنيها كتير وتسويها جامد. طول ما انت هتسوي فيها، طول ما هي هتنشف معاكي اكتر. لا، بس حاولي ما تجيبيهاش زي كده مكعبات، لا هي الكبده الاسكندراني مش مكعبات كده خالص، بس هي مشيت معايا يعني، انا عرفت اعملها وخلاص. مش هنرميها يعني اكيد، عشان انا حاولت على فكره اقطعها، لقيتها ليها تتهري مني، انا ما كنتش عارفه لو مقطعه بالمنظر ده، جيت ابص لقيتها بايظه خالص كده يعني، مكعبات، ولا منها عارفه تتقسم، قلت هسيبها كده وخلاص عشان ما تبص. وكده انا غرفت معايا الكبده، وعملت عليها عصرت عليها ليمون، طبعا ده اختياري. معانا الطحينه التحفه معانا جدا. هنا بقى نعملها سندوتشات، تاكليها بقى جنب رز، اللي يريحك. انا هنا حبيت اعملها بسندوتشات واحط عليها طحينه بقى، واكننا احنا شاريين من بره احلى كبده. ومش عايزه اقولك والله ريحتها ما شاء الله تحفه جدا.
وانا متأكدة لو عملتيها في البيت مرة بالطريقة دي مش هتفكري تشتريها تاني من بره خالص، واوفر و... واضمن. طبعا الكبدة من البيت بتبقى اضمن بكتير يعني. بس. وبكده انا خلصت الاكلة. وصفتنا النهاردة خلصت، ووصفة جميلة وسهلة، وتنجز معاكي في اي يوم زنقة، تتعشي بعشاء غدا اللي يريحك. بس كده حبايبي، وان شاء الله اشوفكم المرة الجاية في فيديو جديد مع اسماء سليم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو اول مرة تشوفوني في القناة فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا حبايب قلبي. بألف هنا حبايبي. شايفين تحفة ازاي؟ جميلة جدا ما شاء الله. تمام.